تخيل مباراة بريمير ليج ممكن يشاهدها ملايين من الناس في أمريكا لحالها، وتخيل إنها ممكن تحدد بطل الدوري في نفس اللحظة. اليوم راح نحكي عن مواجهة ممكن تصير حدث عالمي ومو بس مباراة كرة قدم. قبل ما ندخل في القصة الأساسية لازم نفهم ليش كل العالم مستني هاي المباراة بالتحديد. الموضوع مو 3 نقاط، الموضوع أرقام مشاهدة تاريخية وسوق أمريكي عاشق للدوري الإنجليزي. مباراة القمة بين أرسنال ومانشستر سيتي في عام 2024 كسرت رقم مشاهدة تاريخي في البريمير ليج داخل أمريكا، ووصل عدد المشاهدات ل 2.12 مليون مشاهدة عبر NBC و NBC سبورت ديجيتال، وصارت أكثر مباراة في البريمير ليج مشاهدة بتاريخ أمريكا. وهذا مش رقم عابر، هذا دليل على انه شعبية البريمير ليج انفجرت داخل الولايات المتحدة. بس ليش مباريات الدوري الانجليزي صارت حدث ضخم في الولايات المتحدة الامريكية؟ السبب الاساسي هو سباق اللقب بين ارتيتا وبيب غوارديولا. الارسنال كان ينافس على اللقب لاول مرة من سنين طويلة، السيتي فريق الهيمنة بقيادة بيب غوارديولا. المواجهة كانت شبه نهائي كدوري الأبطال لكن داخل الدوري الإنجليزي، والمثير للسخرية أن المباراة انتهت في 2024 0-0 رغم الضجة الإعلامية، لكن أهميتها تحولت لترند عالمي. وهنا كانت المفاجأة، الرقم القياسي هذا ما كان بس مرة واحدة، لأنه الأرقام بعدها صارت تتكرر بشكل مرعب. مباراة مانشستر يونايتد ضد الأرسنال في عام 2025 جابت 2 مليون مشاهدة، ونفس المباراة وصلت مشاهداتها ل 2.3 في البث الإسباني، 5 من أكثر 6 مباريات مشاهدة بالدوري الإنجليزي داخل أمريكا، وكلها صارت بنفس الموسم تقريبا. بمعنى أوضح، صار الدوري الإنجليزي فعليا الدوري الأوروبي الأول في أمريكا. بس ليش السوق الأمريكي مهم جدا؟ لأنه شركة NBC صار عندها حقوق البريمير ليج ل 2028، والقنوات الأمريكية صارت تتعامل مع المباريات المهمة كأنها سوبر بول صغير لكرة القدم. عشان هيك أي مباراة لقب بين السيتي والأرسنال بيساوي أرقام مشاهدة قياسية شبه مضمونة. طيب ليش مباراة هذا الأسبوع ممكن تكسر الرقم مرة ثانية؟ صراع لقب مباشر، جماهير أرسنال ضخمة في أمريكا، هيمنة السيتي ووجود بيب غوارديولا، والسباق على اللقب حتى لآخر الجولات. هاي النوعية من المباريات اسمها إعلاميا تايتل ديسايتر جلوبال ايفنت، يعني مباراة بيشاهدها حتى الناس اللي ما بتتابع الدوري أصلا. وخذ عندك هاي المعلومة القوية كمان، أغلب أعلى مباريات الدوري الإنجليزي داخل أمريكا بتكون لأندية مثل مانشستر يونايتد وليفربول والأرسنال، يعني الجمهور الأمريكي بيعشق القصص التاريخية والأندية الكبيرة. وهسه بعد ما فهمنا حجم الحدث خلينا ندخل على القصة نفسها. مباراة الأرسنال والسيتي راح تصنع التاريخ هذا الأسبوع، لأنها ممكن تكون أكثر مباراة مشاهدة بتاريخ الدوري الإنجليزي في أمريكا. أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي ورايحين يواجهوا السيتي مع بيب غوارديولا، وبيب غوارديولا أعطى طعم النجاح لأرتيتا لما كان مساعده، فكل اللي عليهم يعملوه إنهم يواجهوا الرقم القياسي 2.12 مليون مشاهدة داخل أمريكا. شو يعني إنك تكون بطل الدوري الإنجليزي؟ لكن في 2024 الجنرز اتعادلوا مع السيتي وفشلوا انهم يحصلوا على الدوري الانجليزي، ومانشستر سيتي صار اول فريق بالتاريخ بيحمل 4 بطولات بريمير ليج في اوروبا. ولكن هذا الاسبوع ارسنال عندهم الفرصة ليكتبوا التاريخ الجديد، وضايل بس 5 مواجهات بعد مواجهة السيتي، والفوز ممكن يقربهم للقب البريمير ليج بعد 22 سنة، ايام تري اري. فمباراة بهالحجم ممكن تكسر رقم مشاهدة من جديد داخل امريكا وحتى العالم، وما حدا ممكن يتوقع ايش راح يصير. اذا حضرت المباراة اكتبوا لي النتيجة في التعليقات، لايك واشتراك، سلام.